في شهر فبراير. وكمان هقول شوية نصايح عن البوليت جورنال والتخطيط الشهري وكده. بقالي كتير قوي ما طلعتش يعني في الفيديوهات وكده. انا كنت بطلع قبل كده عادي، بس بقالي كتير ما طلعتش بسبب شغل بقى وحاجات وكده، فكنتش بعرف او ما كانش عندي وقت فراغ ان انا اقعد اصور الفيديو. كنت يا دوبك اصور الفيديو واحط ميوزك كده هاديه وانزله بس. واخر فيديو بجد يعني ده مشترياتي، يعني عامله فيديو انبوكسنج مشتريات دي 27 مشاهده، يعني 660 سبسكرايبز. ف 27 بس يشوفوه. انا كنت راضيه ب 200 300 عادي، ده الطبيعي ليه كده. المهم الفيديو النهارده ممكن يبقى طويل شويه. هنعمل بوليت جورنال مع بعض واقول شويه نصائح قبل نعمل بقى فيديو كبير عن النصايح بتاعت الجورنال كلها، واللي لسه بادئين في الجورنال والحاجات دي كلها. هجمع يعني في كذا حاجه، بس فجهزوا حاجه بقى انكم تشربوها ويلا بينا نبدا الفيديو. دي بقى النوت بوك اللي انا خصصتها للبلانر بتاعي السنه دي. اكيد شفتها في الفيديو بتاع شهر يناير وكده. هنبدأ بقى الشهر ده يعني شهر هنبدأ بقى نعمل مع بعض شهر فبراير. بجد الدنيا بتشتي والجو تحفة. دلوقتي اول حاجة هعملها ان انا الصفحة دي هزينها شوية وهكتب اسم الشهر عادي زي ما بعمل كل مرة. استخدم سكراب بوك بيبر من دي، وكنت جايباها كانت في الفيديو برضو اللي انا كنت عاملة فيه انبوكسنج. انتي عاجباني اوي هتستعملها. اول حاجه لازم نبقى عارفينها عن الجورنال او البوليت جورنال ان هو مفيش قيود او قوانين ان هي تمنعنا يعني او حاجه احنا نمشي عليها. فكره بس هو ان احنا نبقى عايزين ان احنا نخطط ليومنا، نخطط للشهر بتاعنا. ان احنا عايزين من جوانا احنا نعمل ده. دي بقى مثلا انا بزين او كده ان التزيين او الجورنال عامه بيحمسني وبيطلع يعني بطلع فيه كل حاجة حلوة جوايا، يعني عشان فكرة مثلا ان احنا بنبدع مثلا في شكل معين. عايزة اطلع تصميم معين. فكرة الابداع لوحدها دي او انك تخرجي الطاقة اللي جواكي دي حاجة حلوة وهتساعدك قوي انك تخرجي كل السلبية اللي جواكي واي طاقة يعني. اي حاجة مشحونة جواكي كل ده هيطلع، كل الافكار اللي في راسك المتكركبة كل ده بيطلع. بس فانك تدوري على حاجه مثلا انك بتحبيها. وبرضو في ناس على فكره برضو بترتاح في الجورنال هي كتابه بس، مش ما بتحبش مثلا انها تعمل ستيكر وكده، ده بيرخمها مثلا مش مناسب ليها. فبرضو المهم ان احنا نلاقي الحاجه تناسبنا ونقدر ان احنا يعني ونعرف نعملها. هو الفيديو ده هيبقى رغي اكتر يعني مش هتبقى بوينت محدده، بس انا بتكلم معاكم في نفس الوقت ويبقى تبقى نصايح وبتكلم معاكم يعني بدردش معاكم بس. ف تقول ايه دي نسيت. المهم ان هي بتخرجي كل الافكار او الدوشه اللي في دماغك، كل حاجه في دماغك على الورق بره بكتابه بقى. مثلا عايزه تعملي تصميم بالورق. انا بحب جدا ان انا اشتري السكراب بوك ده الورق ده، او ساعات انا بعمله. انا بحب اشتريه او انا اعمله يعني حسب انا عايزه ايه، ده بيساعدني ولا لا، الحاجه دي بتفرحني ولا لا. بس برضو ما نشتريش ب يعني باستهتار، مش ما نشتريش عمال على بطال، نشتري وقت ما احنا بقى فعلا محتاجين، او ان احنا لو بنقدر ان احنا نعمله يبقى خلاص احنا ممكن احنا نعمل. ممكن احنا نرسم مثلا ونعمل الرسمه اللي احنا رسمناها دي نعمل بيها ونزين بيها النوت بوك بتاعتنا. مش لازم تكون نوت بوك فخمه قوي، عادي اي نوت بوك عندنا فاضيه نخصصها للتخطيط بتاعنا. وانا لان ده بقى مثلا شغلي وحاجة مهمة وبحب اصورها وكده، فانا ساعات بحب اجيب برودكت جديدة وحاجات جديدة عشان نعمل حاجات، اقدر اعمل حاجات كمان مختلفة معاكم. في حاجات انا برضو بعملها برضو. ده كده مش هحط حاجة تانية اكتر من كده. انا هكتب بقى اسم الشهر وهشوف هنا هنعمل ايه. هنا تقريبا هخليه هو يا اما هكتب يا اما هكتب كود او زي عبارة تحفيزية كده. انا بحب دايما اكتب عبارة تحفيزية في اول الشهر او في الاخر.
عبارة تحفيزية او ممكن اعمل هنا ابدأ الكالندر يعني بتاعت الشهر، لسه هشوف. هكتب بقى اسم الشهر. انا اول اصلا ما بدأت الجورنال وكده انا كنت بقعد اتفرج على فيديوهات كتير للجورنال كده، ما كنتش فاهمه الاول ده ايه وايه الورق ده وده اصلا بيعملوا ايه وكده. كنت بتفرج على هو الجانك جورنال اللي هو اغلب فيديوهات دلوقتي بقت بعمل زيها، كان بيبقى عاجبني قوي ومش فاهمه ده ايه اصلا. كنتش فاهمه اصلا هو ده ايه ولا بيعملوا ايه، بس عجبني الموضوع قوي وحسيت ان هو حلو قوي. وكنتش عارفه اصلا الحاجات مثلا بتاعته دي، الورق والوشي تيب والحاجات دي كلها بتتجاب منين. بس فقعدت ادور بقى وكده ان هو عباره ايه الجورنال ده اصلا. فطلع لي انواع الجورنال، وبدات كمان ان هو مش حكايه اعرف ان هو بس انا بتفرج على يعني ناس بتعمل. هو ده اللي خلاه اصلا يعني ده يطلع بقى في دماغي وان انا احبه وعاوز اجرب. واول ما بدات خالص بدات اطبع من على بنترست الصور اللي هي عجباني والحاجات اللي كنت بشوفها شبه الحاجات هما بيستعملوها. عشان كده دايما في اغلب فيديوهاتي بقول مثلا كنت بكتب على نصايح او كده انكم ممكن تطبعوا انتوا بنفسكم الحاجه اللي انتوا عايزينها من على بنترست. فكنت بشوف الصور عجباني وهخليها بقى من برنامج اسمه كانفا، اخليها على هيئة الورقة الاي 4 واروح اطبعها وابدأ بقى ايه استعمل ده بالجلو عادي والزقه واعمل جورنال بنفسي. هوريكم، مش عارفة هي معايا ولا لأ. دي حاجات انا كنت طبعاها اول ما بدأت يعني وكده، واول ما كنت انا طبعاه مش ورق بقى بشتريه وكده. ثانية واحدة هوريهولكم، انا عارفة ده ملوش علاقة بالفيديو بس هوريهولكم. كل ده اصلا مطبوع، ده الحاجات دي كلها مطبوعة كنت انا طبعاها وده كان ورق اسود عادي اللي هو النوت بوك اللي بيبقى فيها ورقها اسود ده كان عندي. كل ده بقى اصلا مطبوع ما كنتش شارياه. بس فعادي احنا ممكن احنا اصلا بنفسنا نطبع حاجات دي ونعمل زي ما بنشوف الفيديوهات. اتفرجوا على فيديوهات كتير قوي للجورنال وكده، ويعني التخطيط كمان هو البولت جورنال. انا برضو عرفت ان هو التخطيط والبولت جورنال من انواع الجورنال. الجورنال انواع كتير، في اللي هو ممكن انت عادي تكتبي بايدك، تكتبوا بايديكوا يعني كتابة بس تبقى نوت بوك، وخاصة انتوا بتكتبوا فيها ذكرياتكم ويومكم وعاملين فيها عملتوا ايه والحاجات دي كلها. وممكن تحطوا حاجات بسيطة من اليوم ده، يعني مثلا ذكرى معاكم من اليوم ده مثلا زي تذكرة روم مثلا. آه... ايه تاني؟ ممكن مثلا زي ما انا بعمل كده التخطيط اللي هو الشهري، انكم تنظموا الشهر بتاعكم وتكتبوا كل حاجة في مكانها وتبقوا عارفين انتوا عايزين ايه ويبقى عندكم البلان بتاعت الشهر كلها. في ناس بتحب التودو ليست اللي هو مثلا اليوم بيوم، تخطيط اليوم بيوم، مبحبش التخطيط اللي هو الشهري او الاسبوعي. فبرضو ممكن التودو ليست عادي، زي برضو ممكن اوريكم، مش عارفة علاقته، انا خليت يبقى نوت صغيرة مثلا شبه دي ونكتب فيها التودو ليست بتاعتنا، وتبقى تزيين برضو بسيط كده، او مش لازم اصلا التزيين وكده، يعني ممكن نكتب بس فيها اللي احنا عايزينه. والهدف من كل ده ان احنا يبقى احنا شايفين الحاجات اللي قدامنا واللي ورانا وكاتبينها عشان ما ننساهاش، وتبقى قدامنا على طول. نبقى خرجنا كل اللي جوانا بحيث ان احنا مبقاش مشتتين، مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نبدا بايه الاول. احنا بس بنكتبها عشان نعرف مثلا كل حاجه واهميه كل حاجه، ونبدا بايه وننهي بايه، وايه اللي ممكن يستنى وايه اللي ممكن هو ايه، وايه اللي هو محتاج يتعمل بسرعه. بس وطبعا انا يعني عادي كلنا مش شرط ان احنا بننتظم في الحاجه دي، عادي مره 10 نعملهم ورا بعض واتنين او تلاتة لا. يعني مثلا برضو التخطيط بتاع شهر فبراير ده كنت عايزه ابداه من بدري، انا بادئه متاخر فهو طبيعي. يعني من ضمن برضو اهدافي بتاعت السنه دي ان انا كان نفسي انتظم على التخطيط اكتر، وان انا يعني انتظم عليه اكتر. يعني انا برضو السنه اللي فاتت ما كنتش منتظمه قوي، كان في شهور كانت بتقع مني. السنه دي نفسي ما يبقى مفيش ولا شهر يقع مني، فعادي هنحاول وده الطبيعي اصلا يعني. بس لسه عايزه احط بقى فيها شويه ديكوريشن بقى وكده اظبطها برضو. وده اللي انا كنت بقول عليه، اللي هو احنا ممكن نكتب عادي كده يعني اليوم بتاعنا ونحط ستيكرز بسيطه كده في الجناب وخلاص. دي برضو كانت مطبوعه.
حابة انا استخدم ورق الشجر ده بجد كيوت، بس هاخد هو فيهم اللون اللي هو البني ده كده عشان مش هينفع البينك خالص. حقيقي تحفة. طيب هنا كده نقط بتاع الستيكر وكده، لسه جايبه جديد فانسي بقى وكده يعني ايه، بحاول اجيب الحاجه واحده واحده تقريبا عشان الفيديوهات وكده مش اكتر. اه اهم حاجه زي ما قلت في الاول ان احنا ما نشتريش الحاجه كميه كبيره وتبقى على الفاضي، وان احنا فعلا ممكن نكون لسه مش عارفين احنا شغفنا في الحاجه دي ولا لا، وان احنا فعلا ده هيبسطنا ولا لا. فاحنا نجرب زي ما قلت في الاول، انا جربت اطبخ ولما الموضوع عجبني بدات بقى اشتري حاجه حاجه واحده واحده عادي يعني. بعد كده بحس اي بعد كده بقى الحاجه اللي بتبقى ناقصه فبجيبها واحده واحده. الحاجه اللي عندك مثلا عندكم يعني بتزيد لوحدها، وهتلاقي خلاص بقى انتي اتعودتي على الحاجه دي وبقيتي بتحبيها وبتطلعي كل اللي جواكي من خلالها وبتبسطك. اهم حاجه كمان اصلا انها بتبسطك. نعمل بقى تاني صفحه وهي طب يا جماعه انا قررت ان انا هكتب عباره تحفيزيه. ده بوكس المقتنيات يا جماعه، هو متبهدل شويه بس شويه. نستخدم ديت مش عارفه، ممكن دي، مش عارفه، حاسه دول كده يبقوا حلوين، ممكن استعمل دول. بس نشوف هنعمل ايه بقى. ليه كده، ليه كده؟ عادي هنقصها، فين المقص؟ قررت بقى ان انا احط دي هنا كده لوحدها، حاسه ان هيبقى شكلها حلو. باينه اهي. ودي هقصها عشان احطها فوق عادي، رغم ان انا كنتش عايزه اقصها بس مش مهم، برضه متقصه تبقى حلوه مش وحشه. بس كده. ممكن احط فراشات عشان انا بحب الفراشات. ثواني، كوكي انتحر. فراشات. هي دي الصفحه دي كده خلاص. دي الصفحه التانية، ونبدأ بقى نعمل الكالندر الشهرية بتاعتنا اللي هنكتب فيها الحاجات المهمة في كل مربع خاص باليوم بتاعه. كل بقى مربع هنعمله في الأيام زي ما بعمل كل مرة بسيبه كبير شوية عشان أكتب اليوم ده مثلا لو في حاجة مهمة عايز تتكتب فيه فأكتبها وأبقى فاكرة. لو هي حاجة مثلا هتبقى لسه أنا عارفة مثلا من أول الشهر كده إن أنا يوم 25 عندي مثلا زي امتحان، فهكتب مثلا في يوم 25 وهيبقى عن تحتيه هو عندي هكتب امتحان عشان ابقى فاكره مثلا ان انا من اول شهر من اول شهر يعني من 25 ده انا عندي في امتحان، فابقى كاتبه، فابقى مثلا قبلها من كام يوم انا مجهزه يعني الدنيا وكده. ف يلا نعمل. بس يا جماعه فاللي حابب ان الموضوع واخده بجديه وان هو عايز يبدا فيه وان هو يعمل الجورنال الخاص بيه وكده، ايا كان بقى الطريقه اللي تناسبه، سواء ان هو يكتب يومياته بس عايز يخطط يعمل شهري او
هو اصلا الجورنال عباره عن تخطيط. انا اخطط لايامي، واخطط الدنيا بتاعتي تبقى ماشيه ازاي، بحيث ابقى ممكن التخطيط ده ما ينفعش ويفشل يعني. مش عايزه يفشل، ما يمشيش معايا بحسب الظروف اللي هتحصل لي، لان كل واحد وارد عنده ان يحصل ظروف تغير كل ده. بس على الاقل بنبقى مثلا حاولنا ونظبط بقى بعد كده اللي هو التخطيط اللي هو ما ظبطش ده نظبطه على سيستم او الظروف اللي حصلت لنا الجديده. بس منبقاش سايبين الدنيا كده، على الاقل نبقى عاملين لها حتى لو بلان بسيطه، حاجه بسيطه خالص، مش لازم يعني نعقدها على نفسنا. بس الحوار كله ان احنا بنحاول نسهل الدنيا على نفسنا، ومثلا الستيكرز والحاجات دي كلها عشان بس تشجعنا وتفتح نفسنا ونقوم نعمل حاجة. لان انا مثلا حابة، يعني انا مثلا بقوم اعمل الجورنال وكده لان انا بحب الستيكر وبحب اقعد اعمل حاجات مختلفة بيه، فده بيحمسني ان انا اقوم اعمل الجورنال بتاعتي. بس فندور على اللي بيحمسنا واللي بيشجعنا. وكمان برضو من الحاجات اللي بتحمسني ان انا بصور الفيديو، تصوير الفيديوهات برضو تساعدني قوي ويحمسني اكتر ان انا انتظم، وان انا لا ده كمان لازم، مش عشان انا بس اخطط، لا ده عشان كمان عايزه انزل الفيديو وعايز اصوره وكده يعني. بس انا بعمل مربعات بشكل عشوائي عادي، انا بقيت بحب كده اكتر من ان انا اقعد اسطر، كمان بيبقى اسهل بالنسبه لي، برضو بيبقى شكلها لطيف مش وحش. خلاص انا خلصت المربعات بتاعه الشهر، هزين شويه مثلا بالتيبل الكيوت ده، يا رب يكون باين. ثواني اهو، ده كان اصلا صاحبتي اللي جايبهولي. هرقم بقى الايام. اه نسيت اكتب الايام فوق. دلوقتي هعمل النوتس، الجولز وكده. هعمل نوتس وجولز بس، مش عايزه الفيديو بجد يبقى طويل، حاساه طويل قوي. اه هستخدم من الورق ده، هو ده. ده بقى البلانر بتاعي للشهر ده ان شاء الله. بس خلاص ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا بجد استفدتوا وان هو فاتكم يعني كده. وبجد نصيحتي ليكم ان هو اتفرجوا على فيديوهات كتير. انا كنت بتفرج على فيديوهات كتير جدا للجورنال وكده لغايه ما عرفت ايه هو وايه هي انواعه وهو عباره عن ايه. وبدات زي ما قلت لكم، انا بدات اطبع الاول لان الطباعه او كده ما كانتش وقتها يعني، ما كانتش غاليه قوي. ف لما لقيت ان هو الموضوع انا بحبه حبيته فعلا وبقى ليا شغف ليه، كذا حد من صحابي قال لي ان انا اصور وكده، وفعلا بدات اصور ولقيت فيه يعني مش هقول قوي بس فيه مشاهدات، فيه لايكات، فيه فيوز، في ناس حابه اللي انا بعمله ودايما بتقولي ان انا استمر واكمل. ف شوفوا شغفكم فين وانتوا حابين تعملوا ايه وحابين تبداوا منين تبداوا ازاي. بس استمروا واشوفكم في فيديو جديد. باي.